أول كمبيوتر شخصي في العالم. في سنة 1975 ظهر أول كمبيوتر شخصي يمكن للناس اقتناؤه واستعماله في منازلهم. كان اسمه ألتير 8800، وقد صنعته شركة MITS. في ذلك الوقت كانت الحواسيب ضخمة جدا وتشغل غرفا كاملة، وكانت مخصصة فقط للشركات الكبرى والجامعات. لكن جهاز ألتير 8800 غير هذه الفكرة، فقد أصبح بإمكان أي شخص مهتم بالتكنولوجيا أن يشتري حاسوبا ويجرب البرمجة في منزله. رغم ذلك لم يكن هذا الكمبيوتر يشبه الحواسيب التي نعرفها اليوم، بل كان المستخدم يتحكم فيه عبر مفاتيح وأضواء صغيرة على الواجهة الأمامية. ورغم بساطته أصبح الجهاز مشهورا جدا بين محبي التكنولوجيا، حتى أن شابين مهووسين بالبرمجة قررا كتابة برنامج له. كان اسماهما بيل غيتس وبول ألين، وقد قاما بتطوير أول نسخة من لغة بيسك لهذا الكمبيوتر. ومن هنا بدأت قصة شركة مايكروسوفت.